عدد الذين ماتوا بفيروس كورونا في شهرين لا يتجاوز 3000 إنسان، ناهيك عن الذين أصيبوا بهذا المرض في بلادنا. نسأل الله أن يشفيهم جميعا، وأن يرد عن بلادنا وعن أوطاننا وعن شعوبنا هذا الداء العظيم. ولكن هناك 16,000 إنسان يموت من الجوع كل يوم، ناهيك عن الذين يموتون بفعل السرطان ويموتون بفعل التدخين. هذه إحصائيات شهريا بالملايين. ولكن رسالتي هي للإعلام، هذا الإعلام الكاذب الذي إذا أراد أن يضخم أمرا ضخمه، وإذا أراد أن يصغر أمرا صغره. ففيروس كورونا يصنع بالناس كما يصنع ربما أقل فيروس، فهو لا يصيب إلا من يحملون الأمراض الثقيلة. فإذا كان عنده من الأمراض المسبقة كضغط وسكري أو بعض الأمراض المزمنة فإنه يشتد عليه فيروس كورونا. ونحن قرأنا الإحصائيات عن أعمار الذين ماتوا. فهذا الإعلام اليوم أتى لنا ليضخم هذا الأمر، وأنا لا أصغر منه. هي حقيقة، هو حقيقة وواقع، ولكن أود من هذا الإعلام الكاذب الذي إذا أراد أن يضخم أمرا، وأنا أقول لكم اطمئنوا، ما هي إلا أيام، كمثل كل فيروس مضى سينتهي، حفاظا عليكم وعلى أبنائكم. اطمئنوا، لا تنظروا إلى الإعلام وهو يصور لكم أن هذا الداء لن يترك العالم وسيصاب ويقتل خلال الأشهر المقبلة بالملايين. دعوكم من الإعلام الكاذب، دعوكم من الإعلام الكاذب. هذا الإعلام الذي صور لنا هذا الفيروس بهذه الضخامة لم يصور لنا فيروس أخطر من فيروس كورونا، وهو فيروس الظلم الذي حل ببلادنا، فيروس الجبروت الذي حل بمن يحكمنا. الإعلام اليوم مسكين وهو يصور لنا هذا الفيروس، لكن أين هو؟ لماذا لا يصور لنا فيروس الفقر، فيروس الجوع، فيروس الذين يموتون الآن على حدود اليونان؟ لماذا لم يصور لنا عشرات المسلمين وهم يذبحون الآن بالسكاكين في الهند؟ لماذا لم يصور لنا آلاف الموتى الذين قالت عنهم منظمة الصحة العالمية أن هناك طفل يموت من الجوع كل ساعة في اليمن؟ لا يصورون لنا هذه المصائب، لكن اليوم دخلوا علينا لمصالح اقتصادية، سواء مع الصين أو مع الدول الكبرى، أرادوا أن يصوروا لنا هذا بحرب اقتصادية، هذا الفيروس. فهؤلاء كذابون، وهذا الإعلام إعلام دجال. هذه الرسالة الأولى ضمن النقطة الأولى. أما الرسالة الثانية، والله أحزنني وأصابني الألم غدا، بل والله نزلت دموعي وأنا أرى صدر المسجد الحرام فارغا من المصلين، فارغا من المعتمرين، فارغا من الذين يسجدون ويركعون. وأقول إن كانت هناك رسالة فهي رسالة من الله لنا،
رسالة من الله لنا. في ظرف دقائق أخلي المسجد الحرام ولم يبقى فيه معتمرا واحدا. هذه رسالة لنا جميعا. والربا حدث ولا حرج، وظلم النساء في الميراث في بلادنا حدث ولا حرج، والقتل في بلادنا حدث ولا حرج، ومن يسرقون قوت عيالنا حدث ولا حرج. ظلم في كل مكان في بلادنا، غيبة ونميمة وغش وسرقة واحتكار للتجارة وللسلع، حدث ولا حرج عن الظلم في بلادنا. هذه رسالة من الله لنا، أنه اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم. هو لوم لنا أن نعود إلى الله، لوم لنا أن نصطلح مع الله،